طبعا يا جماعه احنا كنا عملنا فاصل عشان المعجون بتاعنا ده ينشف عشان اللحام اللي احنا حاطينها هنا. زي ما احنا شايفين ما شاء الله بقت قطعه واحده هي والفرق بتاع التبريد. وده اصبح الشكل النهائي. الجزء ده فعلا بتاخد من البلاطه بتاعتنا تطلع البروده فوق، والجزء الثاني تاخد الحراره بتاعت الجزء اللي تحت تطلعه بره. دي زي ما احنا اتفقنا في الاول دي عشان لو هشغل تبريد فوق عالي، وده عشان انا حابب اخلي التبريد ياخد مسافه في العمق بتاع العلبه بتاع الثلاجه. بعد كده شبه عملنا 100% من المشروع بتاعنا. ايه البلاطه بقى اللي هو اللي احنا قلنا عليها؟ البلاطه دي اسمها بلوتير، في ناس بيسموها بليتر، كل واحد وكيفه. انا هكتب لك الاسم بتاعها العلمي في الوصف بتاع الفيديو وفي التعليقات وهيطلع لك على الشاشه. الاسم بتاعها بالانجليزي. موجوده فين؟ موجوده على مواقع كتير في المبيعات، والجماعه بتوع الالكترونيات برضه موجوده عندها. وهحاول اسيب لك لينك لو ينفع اسيب لك هتبقى. ما كانش انت عارف انك هتلاقيها عند الجماعه بتوع الالكترونيات. هي مش غاليه، هي عامله 130 جنيه البلاطه دي. بلاطه 130. الفنه دي انا كانت عندي هنا لو انت جبتها من حد مستعملها 40. الفنه دي لو جبتها من حد مستعملها برضه 40، لو جديد ده 80 او 90 جنيه حاجه زي كده. انت لو جيت تحسب الحسبه كلها مش هتعمل حاجه معاك، بس طبعا الجديد اللي بيفرق معاك. المنظر يا جماعه اهو. وعايز اقول لك بالفلاحي انت فيك راس، يعني فيك دماغ تفكر. انت حاجه زي دي انا عملتها غطا هنا لان عملت انا من فوق. انت تلاجتك بالعرض، عايز تعملها بالجنب اليمه الثانيه اللي هيمشي مع حاجتك اعمله. خد الفكره الاساسيه واعملها. ومش عيب انك تحدث وتحاول. انا جيت جمعت الكابل البنا زي ما احنا شايفين عشان اوصل البنا. طبعا ده كله هغير شكله بعدين بقى، هيتلم شكله ايه انضف. وهتشوف في اخر الفيديو برضه ايه حاجه نهائيه، بس مش هتكلم فيها تاني. انا وصفها دلوقتي لان ده اخر كلامنا في الفيديو ان شاء الله. اخر كلامنا اللي احنا بنقوله دلوقتي دي كده اهو. طبعا قلت لك دي هعملها لك بشرحها على قناتنا الثانيه بتخصص الشباب الالكترونيات. اي استفسار في اي حاجه في التعليقات عندك سيبها لي وانا هرد عليك. برضه طلعت لها بينا تانية عشان لما اجي اشتغل مثلا. قلت يا جماعه اركب دي كده زي ما احنا شايفين. السنه بتاعتنا اشتغلت ب 12 فولت. اليوم الثانيه اشتغلت بس طبعا مش هيبان الهواء بالايه؟ بدول بس. زي ما احنا شايفين اهو. دي عشان الجماعه الصغيرين اللي معهمش مصدر كهرباء هم بره. انما انت لو معاك عربيه فيسبا ايا كان حاجه فيها مصدر 12 فولت خلاص مش هتحتاج دي، وهتشتغل على الايه؟ الولاعه بتاع العربيه طوالي او على بطاريه الفيسبا او ايا كان الحاجه اللي انت ماشي بيها.